الفراخ المشوية صنف رئيسي في عزومات رمضان، والنهاردة هنعمل مع بعض تتبيلة سهلة وبسيطة ومميزة هتنقل معاك الفراخ لحتة تانية خالص. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف المكونات بتاعتنا. طبعا كمية الفراخ اللي انت حابة تعمليها دي كانت فرخة قطعتها 8 قطع ونزعت الجلد من عليها. ممكن طبعا تعمليها بالجلد لو حابة، بس انا كنت حابة اللحم نفسه يتشرب التتبيلة، وعملت فتحات في الاوراق والصدور زي ما انتوا شايفين كده. غسلتها كويس اوي ونقعتها في محلول الملح اللي هو عبارة عن ملح وسكر وليمون وزنجبيل، وبعد كده حطيتها في مصفى عشان تتصفى كويس قوي، ومهمة جدا الخطوة دي. وهحتاج فنجان من الخل وفنجان من الزيت وعلبة زبادي او نص كوباية لبن، والزبادي او اللبن بيدي طراوة حلوة قوي للفراخ. والبهارات عبارة عن معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الكمون ومعلقة من الزنجبيل ومعلقة من الكزبرة ومعلقة من الكركم ومعلقة من الكاري ومعلقة من البابريكا ومعلقة من الشطة ومعلقة من بهارات الفراخ او بهارات الفراخ المشوية وربع معلقة صغيرة من القرفة. والخضار عبارة عن بصلة كبيرة او بصلتين صغيرين وثلاث حبات من الطماطم وفلفلاية وليمونة وراس كده من الثوم او 10 فصوص من الثوم. وبعد ما سبت الفراخ تتصفى هجيب شوية ملح على فلفل اسود كده وادعك جوه الفراخ وادخل الملح والفلفل الاسود ده بين اللحم بتاعها. والخضار هفرمه سواء في الكبة او الخلاط، وانزل على البهارات، وهنزل بقى بفنجان الخل وفنجان الزيت وعصر الليمونة وكوباية الزبادي او نص كوباية اللبن، واقلب كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تتجانس كده كويس مع بعضها. من الافضل ان الفراخ تفضل في التتبيله ليله كامله عشان تتشرب كويس اوي وتدي طعم حلو، بس لو مستعجله او جالك ضيوف فجاه ممكن تسيبيها ساعتين 3 وتبداي تشتغلي عادي بيها. هبدا انزل قطع الفراخ في التتبيله واغمرها كويس اوي في التتبيله عشان اتاكد ان كل القطع اتشربت بالتتبيله او هتتشرب معايا بالتتبيله، واوصل ليها تتبيله واسيبها بقى في التلاجة كده سواء ليله كامله او كام ساعه على حسب الوقت المتاح معاكي. وبعد ما خرجتها من التلاجة واتشمعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ ان انا اصفيها كويس اوي من التتبيلة، عشان لو دخلتها كده الفرن بالتتبيلة هتتحروق معايا. هجيب صينية وادهنها بمادة دهنية كويس اوي عشان الفراخ ما تلزقش معايا، وبعد ما اصفيها كويس اوي من التتبيلة هبدأ انزل بقطع الفراخ. ولو عاوزة تعملي فرخة من غير تقطيع تعمليها برضو بنفس الطريقة ونفس التتبيلة، بس الافضل تكون صغيرة في الحجم عشان تستوي معاكي كويس. وبعد ما ارص كل كمية الفراخ هجيب معلقتين من الصلصة على معلقتين من الزيت على معلقة كبيرة من البابريكا واقلبهم كويس قوي، وابدأ ان انا ادهن قطع الفراخ عشان تديني لون الشوي الجميل الاحمر الذهبي اللي هتشوفوه في نهاية الفيديو. هشغل الفرن من تحت حوالي ساعة الا ربع، وبعد كده هبدأ اشغل الشواية نص ساعة الباقية. ريحة التتبيلة تحفة اللهم بارك، وكمان الفراخ طعمها تحفة وجميلة واللحم بتاعها دايب ومستوية كويس قوي زي ما انتوا شايفين. طريقة سهلة وبسيطة ومميزة تنفع معاكي وتنجز في عزومات رمضان او لو جالك ضيوف على فجأة. لو عجبتك الطريقة ما تنسنيش باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم.